اخت جوزي اتصدمت لما شافت الفطار اللي انا عاملاه لها، وزعلت واتقمصت وقالت ان احنا مش مقدرينها ومش عاملين لها حساب علشان بنفطرها بالفطار ده. بصراحه كده انا ما كنتش عامله حسابي اصلا ان اخت جوزي تيجي تفطر عندي النهارده. ولقيت جوزي بيكلمني بعد العصر وبيقول لي ان اخته جايه تفطر بعد العصر ده، يعني انا كنت اصلا جهزت كل حاجه وولعت عليها وبدات في التحضيرات بتاعتي. فقلت بقى ايه، هي اكله اقتصاديه صحيح، بس انا بحولها بالحاجات اللي انا بحطها عليها لأكلة فاخرة جدا جدا جدا، يمكن تكلفتها أغلى من اللحمة والفراخ. قلت هي لما تشوف الكلام ده أكيد مش هتزعل. المهم أنا كنت أصلا في اليوم ده من أول رمضان وأنا شغالة، يوم لحمة يوم فراخ يوم جمبري، وبكرر بقى بالتصنيفات والأنواع. جيت قلت في اليوم ده أنا خلاص أنا هطلع إيه، كبد وقوانص، وأعمل رز بالخلطة بالكبد والقوانص. وكده كده أنا بحط عليه مكسرات كاجو ولوز وبندق. المكسرات أصلا النهاردة بكام، يعني محدش عارف يشتريها. فلما هحطها على الاكله ديت هتحولها لاكله